طبعا يا جماعة احنا كلنا في الصيف حتى السلطات بنبقى عايزينها كده تكون منعشة فريش. حاجات كده خفيفة يعني، فعايزة اقول لكم ان دي من السلطات اللي قد ايه خفيفة ومنعشة كمان، نظرا بقى للمكونات اللطيفة اللي محطوطة فيها. ففعلا يا جماعة نفسي تجربوها بجد واعتمدوها في الصيف اكتر من ايام الشتاء كمان. في سلطات صيفي، مش من السلطات اللي هي السبايسي واللي فيها مكونات كتير تتعب لنا معدتنا في الجو ده. مش هطول عليكم بقى، انا عندي شوية خيار مقطعاها شرايح، وشرايح تكون رفيعة بحيث انها تتطعم من الدريسنج اللي احنا هنعمله ليها. عندي ليمون وعندي بصل شرايح، بس انا ما كانش عندي بصل احمر، يفضل تتعمل ببصل احمر لانه بيبقى فيه تسكيرة كده حلوة. وعندي شبت انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين. الخيار زي ما قلت لكم يا جماعة بنقطعه شرايح رفنعة خالص كده، يعني اقل من نص سنتي. تمام. الفلفل الاحمر ده اختياري على فكرة. وانا هبدأ بقى بالدريسنج اللي انا هحط الخضار فيه. زبادي ومايونيز. تمام. بصوا انا ما بعتمدش مقادير، يعني بحط كده بالبركة. وهعصر الليمون. تمام. بعد كده هنقلب المكونات بتاعتنا كويس جدا. عايزه اقول لكم ان انا في الخطوه دي انا نسيت اصور لكم ان انا حطيت، لان انا ما كانش عندي عسل فحطيت معلقه سكر. تمام. وهنزل بقى بالخضار بتاعي، الخيار اللي انا مقطعه شرايح والبصل والشبت والفلفل. تمام كده. هقلب كل المكونات دي كويس جدا. في اضافه بقى هي اللي بتدي احساس الانتعاش، الا وهي النعناع المجفف. عايزه اقول لكم ان النعناع ده بيفرق في السلطه دي بجد، بيدينا هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، احساس الانتعاش كده اللي احنا بنبقى عايزينه في الصيف. وده بقى الشكل النهائي يا جماعه، فعلا من السلطات المميزه جدا والخفيفه قوي والمنعشه. قد ايه هي جميله بصراحه، وبترطب كده. الواحد بيبقى بياكل وهو مش مستوعب اللقمه هتدخل معدته ازاي في الجو الحر المش طبيعي اللي احنا فيه ده. فدايما اعتمدوا السلطات، الوصفات او اي انواع اكل مش لازم سلطات، تكون منعشة وجميلة. جربوها هتعجبكم.